الطريقه الاولى جنريشن. الجنريشن بتعمله بان انت تحل سؤال على حاجه انت لسه ما خدتهاش اصلا، او حاجه انت خدتها بس لسه ما ذاكرتهاش. طبيعي جدا ان انت ما تعرفش تحل السؤال، بس ده مش الهدف اصلا. الهدف ان الطريقه دي بتسهل ربط المعلومات القديمه بالمعلومات الجديده، واللي بيسهل الفهم والحفظ بعد كده في المذاكره. الجنريشن بتعمله قبل ما تذاكر الحاجه اصلا، بس اول خطوه المفروض تعملها في المذاكره واللي هتوفر عليك وقت كبير جدا هي البرايمنج. لو قلت لك اوصف لي جسم الانسان، غالبا هتقول لي عنده ايدين وعنده رجلين وعنده راس وهكذا. يعني هتوصف لي الصوره الكبيره، مش هتقول لي تركيب الخليه ولا تركيب الجلد ولا الكلام ده. البرايمنج نفس الفكره بالظبط، ان انت تعرف الاوتلاين او الصوره الكبيره للحاجه اللي انت بتذاكرها. بعد كده في المذاكره نفسها بتحط بقى التفاصيل دي، لان لو دخلت في المذاكره على طول من غير الخطوه دي ساعات بتطوف التفاصيل وبتنسى الصوره الكبيره، واللي ساعات بتبقى اهم بكتير من التفاصيل. علشان تعمل الطريقه دي هتظبط تايمر على حوالي 10 دقائق وتقرا بس العناوين الرئيسيه في الحاجه اللي انت هتذاكرها، بس علشان تفتكر الحاجه بسهوله. بعد كده هتعمل الخطوه الجايه دي وهي elaboration. كل ما قدرت تشرح الحاجه اللي انت بتذاكرها او تربطها بحاجه تانية، كل ما ده خلق كيوز او محفزات علشان تفتكرها بعد كده. كمان لما بتشرح حاجه بتعرف النولج جابس او النقط الضعيفه عندك اللي محتاج تذاكرها اكتر. فالالابوريشن معناه ان انت تحاول ان المعلومه اللي انت بتذاكرها ما تكونش مجرده، تكون مربوطه بحاجه، او تحاول تضيف لها معنى جديد او طبقه جديده من المعرفه بان انت تشرحها بكلامك انت، او تربطها بحاجه انت عارفها اصلا، او حتى تفسر بيها حاجه بتحصل كل يوم والمعلومه دي بتفسرها. زي مثلا ربط تركيب الذره بشكل المجموعه الشمسيه، او ان انت مثلا تربط الجاذبيه بان هي بتفسر حاجه انت بتشوفها كل يوم. الطريقه دي بتسهل الاكتيف ريكول اللي هيحصل بعد كده او الاستدعاء النشط، واللي هتعمله بالطريقه الجايه دي وهي الفلاش كاردز. الفلاش كاردز هي اشهر طريقه بتستخدم علشان تطبق فيها الاكتيف ريكول او الاستدعاء النشط والسبيس ريبيتيشن او التكرار المتباعد، واللي يعتبر من احسن الطرق في المذاكره. الفلاش كارد بيبقى عباره عن ورقه او كارت صغير بيبقى في وش السؤال وفي ظهره الاجابه، بحيث ان انت تشوف السؤال بعد كده تبص على الاجابه. ممكن تعمل فلاش كارد على ورق زي طريقه اسمها اللاينتر ميثود، ممكن تدور عليها، او عن طريق سوفت ويرز زي انكي او كويزلت او اي برنامج فلاش كاردز. بس مش دي الطريقه الوحيده اللي تقدر تعمل بيها الاكتيف ريكول. الطريقه الثانيه هي الفري ريكول. لو مش عايز تعمل فلاش كاردز وشايفها معقده وتاخد منك وقت كبير، وفي نفس الوقت عاوز تطبق الاكتيف ريكول والسبيس ريبيتيشن، فالطريقه دي بتطبق الكلام ده مش تاخد منك اكتر من ورقه وقلم. الفري ريكول ممكن تطبقه من اول مره في المذاكره. اول حاجه هتقرا الحاجه اللي انت هتذاكرها بسرعه، بعد كده تستنى حوالي 10 دقائق. بعد ال10 دقائق دول هتجيب الورقه والقلم وتكتب كل حاجه انت فاكرها في الحاجه اللي انت ذاكرتها. بعد كده تصحح لنفسك الكلام اللي انت كتبته. بعد كده تستنى ساعتين او 3 وتجيب الورقه والقلم وتكتب برضو اللي انت فاكره وتصحح لنفسك. بعد كده تعمل الموضوع ده بعدها بيوم، وهكذا. كده انت طبقت الاكتيف ريكول والسبيس ريبيتيشن بطريقه سهله. الطريقه السادسه ودي اكتر طريقه علميه في المذاكره، ان انت تشترك في القناه عشان في محتوى كتير هينزل الفتره الجايه عن المذاكره. الطريقه اللي بعد كده هي الفاريبل براكتس. لو اعتمدت على طريقه واحده في الاكتيف ريكول زي الفلاش كاردز مثلا، ودي غلطه انا كنت بغلطها كتير، فده مش كفايه. وده لان بعد فتره السياق اللي انت بتفتكر المعلومه فيه هو اللي بيبقى المحفز ان انت تفتكر الحاجه. يعني بتفتكر الحاجه لو شفت الفلاش كارد، بس لو شفت نفس المعلومه كسؤال في الامتحان مش بتعرف تجاوبها، وده لان انت حفظت الفلاش كارد ما حفظتش المعلومه. فالفاريبل براكتس معمول علشان تحل الموضوع ده، وده بيكون بان انت بتجمع كذا طريقه علشان تجاوب على سؤال واحد. يعني مثلا بدل ما تعتمد على الفلاش كاردز بس، تطبق معاها كذا طريقه. يعني يبقى الفلاش كاردز وممكن الفري ريكول اللي احنا قلنا عليه، ممكن اسئله امتحانات، وكمان الاسئله اللي بتبقى موجوده على الجزء اللي انت بتذاكره، وهكذا. يعني لو بتطبق اي طريقه في المذاكره ففي مشكله طلاب كتير بيقعوا فيها، وهي الالوجن اوف ماستري او وهم المعرفه. يعني ان انت بتبقى متوهم ان انت عارف حاجه بس في الحقيقه انت مش عارفها. فالطريقه الجايه دي معموله علشان تعرف انت عارف المعلومه فعلا ولا عندك وهم المعرفه اللي احنا قلنا عليه ده. الطريقه دي الكاليبريشن والريفليكشن. اوقات كتير بتشوف سؤال في امتحان او سؤال مثلا في فلاش كارد وبتقول لنفسك انا عارف السؤال ده والسؤال ده سهل، ومش بتجاوب. في الحاله دي خد بالك، لان ممكن يكون عندك الالوجن اوف ماستري اللي احنا قلنا عليه او وهم المعرفه. فتاكد ان انت تحل السؤال اللي انت هتشوفه فعلا. فالكاليبريشن هي اي طريقه موضوعيه بتستخدمها علشان تقيم المذاكره بتاعتك، فان انت تجاوب الاسئله اللي انت بتشوفها فعلا هي طريقه من طرق الكاليبريشن، بالذات لو الاسئله اوبن اندد او الاسئله اللي بتكتب فيها مش اسئله الاختيارات، وهو ده الكاليبريشن. اما الريفليكشن هو ان انت كل فتره تقف وتسال نفسك ايه الطرق اللي ذاكرت بيها ونفعت، وايه الطرق اللي انا بذاكر بيها حتى لو فعاله بس بتضيع وقت اكتر من انها بتفيدني. يعني مثلا لو ما عندكش كمبيوتر او لابتوب وعاوز تذاكر بالفلاش كاردز وحاولت تعمل من الموبايل، الموضوع هيبقى صعب جدا. هي اي نعم طريقه فعاله بس هتضيع وقت كبير جدا علشان تعملها. ففي الحاله دي تشوف طريقه تانية اسهل. الفيديو ده يعتبر جزء تاني من الفيديو ده.